السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ معكم مازن. ان شاء الله هبدا معكم النهارده باذن الله في سلسله تصميمات اغلفه المدرسين. في الدرس ده هننفذ فيه التصميم اللي ظهر قدام حضراتكم ده، ونعرف ازاي برضو نفتح مقاس للغلاف وازاي نعمل الهوامش بطريقه مظبوطه. ويلا نخش في الدرس عشان ما اطولش عليكم. اول حاجه نعمل هنا كرييت نيو، بعد كده نحدد المقاس بتاعنا هنا بالسنتيمتر، ونخلي الورقه عرضها 43 في 30. نتأكد ان الريزوليوشن بتاعنا 300 بالبكسل والانش. بعد كده نيجي هنا عند الكلر مود نخليه هنا CMYK لانها هيطبع معانا. بعد كده نضغط على كرييت. تاني خطوة معانا وهي هنعمل الجايدز او الحدود نفسها بتاعت الصفحة. هنخش على فيو، بعد كده نيو جايد لاي اوت. هتجيلكوا بالمنظر ده او باي شكل تاني. نشيل الصح من على الرو وخلينا بس في الاعمدة. هنخلي الفرق هنخليها هنا 2 عشان يبقى معانا عمودين. ممكن تجيلك مثلا بالمنظر ده، احنا هنخليها هنا 2. وهنخلي الفرق ما بين كل عمود والتاني 1.5 سنتي. الهوامش بقى اللي هتبقى في الجناب هنخليها 1.5 cm اللي هي سنتيمتر. وبعد كده هنعلم عليها كده. بعد كده نضغط على كنترول سي، نيجي هنا كنترول في كنترول في كنترول في، نضغط بعد كده على اوكي. عايزين برضو نقسم الصفحة او نعرف نص الصفحة بتاعتنا فين. هنيجي هنا عند فيو ونختار دي. ممكن ما تلاقيش متعلمة معاك، هتعلم عليها عامة، تمام؟ او هتضغط على كنترول ار عشان تظهرها او تخفيها كل شوية. نفتحها كده ونسحب منها خط. هتحس ان هي وقفت معاك في النص كده، اعرف ده كده نص الورقة. نسحب برضو خط من هنا كمان، ده كده النص بتاعي. تاني حاجة هنعملها هنا وهي هنضيف الألوان نفسها اللي هنشتغل بيها في التصميم. أنا كده سايبها لكم في الفولدر هنا. نسحبها كده على الفوتوشوب ونحطها في السويتشز وتجيلنا بالمنظر ده كده. لو مش ظاهر عندك السويتشز دي تخش على ويندو كده، تختار هنا سويتشز تعلم عليها. أول حاجة برضو هنعملها هنا الخلفية، نختار اللون ده، بعد كده أوكي، ونسحب الصورة دي ونحطها هنا بالمنظر ده كده. بعد كده نضغط على Alt Shift عشان ناخد منها نسخة ونسحبها في نفس مكانها. بعد كده كنترول T عشان ندخلها في ترانسفورم. بعد كده نعمل لها فليب هوريزونتال بالمنظر ده كده. بعد كده نضغط على صح. بعد كده ندوس على كنترول نختار دي ونديها هنا بلندنج مود مالتيبلاي. بس كده هناخد دول نحطهم في جروب، نحدد عليهم التلاتة. بعد كده كنترول جي عشان ندخلها في جروب ونسميه هنا مثلا باك جراوند مثلا بالمنظر ده. تاني حاجة نعملها اللاي اوت بتاع الورقة نفسه. هنيجي هنا عند الشيبس ونختار ترينجل تول او الشكل المثلث، واحنا بقى بنسحب هتلاقيه بالمنظر ده كده. هنضغط على الشيفت عشان نحافظ على الابعاد بتاعته ونكبر بالمنظر ده كده ونديله اللون الازرق بتاعنا. بعد كده نضغط على كنترول تي، بعد كده كليك يمين، بعد كده نلفه 90 درجة ونكبره واحنا ضاغطين على الشيفت عشان نحافظ على الابعاد بتاعته. لو انا شلت اصابعي من على الشيفت يعمل معاك بالمنظر ده كده. تمام كده انا شايفه كويس. ممكن برضو نكبره شوية بالمنظر ده كده. ممكن ناخد برضو نسخة منه كمان، نسحبها هنا تحت ونديها اللون الأحمر ونحطها تحت المثلث الأزرق وننزلها بالمنظر ده كده. هنعمل برضو مثلث كمان، برضو هنضغط على الشيفت عشان نحافظ على الأبعاد بتاعته ونديها اللون الأحمر. كنترول تي، كليك يمين، روتيت 90 درجة،
ونحطها بالمنظر ده كده ونرفع ده فوق، تبقى معانا بالشكل ده. تالت حاجة قصدي هنعملها وهي الشكل المستطيل ده. نخش على هنا، نخش على الريكتانجل تول ونعمل مستطيل بالمنظر ده كده وننزله تحت ونعمل زوم عشان نعرف احنا شغالين ازاي. بعد كده نضغط على كنترول تي عشان نخش في ترانسفورم. بعد كده نختار ديستورت. بعد كده هنسحب النقطة دي واحنا ضاغطين على الشيفت عشان نحافظ برضو على الابعاد بتاعت الشيب ده بالمنظر ده كده، بالمنظر ده كده. انا شايفها كويسة جدا كده. تمام. بعد كده نضغط على انتر. ممكن نجيبها استنى كده شوية. قبل برضو ما تشتغل او تعمل اي حاجة هتخش على الفيو تعمل لوك جايدز عشان ما تتحركش معاك وانت شغال. نحطها بالمنظر ده. عايزين نطولها شوية، طبعا مش هنيجي نشدها كده، لو شدناها كده الابعاد بتاعتها ايه باظت. فاحنا هنعمل ايه، هناخد منها نسخة، هنضغط على حرف الالت والشيفت ونسحبها ايه على اليمين شوية كده. احنا كبرنا كده، احنا عملنا نسخة منها عشان ايه نطولها للجنب التاني. بعد كده نضغط على نحدد عليهم هما الاتنين، نضغط على بعدها كنترول اي عشان ندمجهم يبقوا شكل واحد. هناخد منها نسخة بالمنظر ده واحنا ضاغطين على الت وشيفت. تمام. بعد كده هنلفها كنترول تي، نلفها بالمنظر ده كده ونحطها مثلا بالشكل ده. هناخد برضو منها نسخة تانية بالمنظر ده كده ونديها هنا اللون الكحلي ونحطها بالمنظر ده كده. تمام. برضو هنعمل هنا، عايزين نعمل الشكل ده اللي محطوط عليه الصورة. هنعمله ازاي؟ هنخش نيجي هنا عند شيبس ونختار البوليجن وندوس هنا، نضغط تك هنا في النص. بعد كده ممكن تلاقيه هنا عندك 8 او 3 او 4، احنا عايزين 6 اضلاع بس كده. نكتب 6 وبعد كده نضغط على اوكي. هيجي لنا بالمنظر ده، ناخده فوق خالص. بعد كده نضغط على كنترول تي عشان نخش في الترانسفورم. بعد كده واحنا ضاغطين على شيفت نكبره. بعد كده نلفه 90 درجة كده، نضغط انتر. بعد كده عشان نظهر الجايدز اللي احنا خافينها او عايزين نخفيها او نظهرها ندوس كنترول اتش عشان تظهرها او كنترول اتش عشان تخفيها. تمام. ونوسطنها بالمنظر ده في التصميم، نديها اللون الكحلي. عايزين برضو ناخد منها نسخة عشان هنحط الاسم فيها هنا بالمنظر ده كده. نضغط على الت ونسحبها بالمنظر ده ونحطها بالشكل ده كده. ممكن نكبرها كنترول تي واحنا ضاغطين على الشيفت نكبر شوية، ممكن ننزل بيها كده. انا شايفها كده كويسة تقريبا يعني. بعد كده انتر. ناخد منها برضو كوبي ونرفعها لفوق عشان ايه نطول الشكل نفسه. نضغط على كنترول جي او تسحبها تحت هنا الاتنين واحد وترفعها وانت ضاغط على الشيفت عشان تاخد منها نسخة لفوق. بعد كده نعلم عليها ونعلم على تحتها. بعد كده نضغط على كنترول اي عشان ندمجهم مع بعض. بعد كده كنترول تي عشان نخش في ترانسفورم. نكبر دي شوية بالمنظر ده. دي بقى بترجع انت وعينك، يعني انت اللي بتظبط الدنيا دي برضو. تمام. احنا كده يعتبر خلصنا اللاي اوت. لسه فاضل المثلثين اللي على الجنب دول سهلين جدا. يجي برضو على ترينجل
على الباك جراوند، نعمل واحنا ضاغطين على الشيفت كده، نعمله بالمنظر ده كده، كنترول تي، نلفها الجنب التاني بالمنظر ده، ونسحبها هنا معانا في النص. بعد كده نضغط على الالت عشان احنا عايزين نكبرها من الجنب بالمنظر ده كده، ممكن ننزلها كده. بعد كده كنترول جي عشان ناخد منها نسخة، ونحطها تحتها كده بالمنظر ده، ونديها اللون الكحلي، ونسحبها كده، نعملها مثلا بالمنظر ده، نضغط انتر بعدها. بعد كده هنخش هنا هنكتب الكلام بتاعنا، نحط الصورة دي الأول، نسحب الصورة هنا، نسحبها بالمنظر ده، نرفعها فوق خالص. خلينا نعمل جروب نحط فيه الحاجات اللي احنا عاملينها، نحدد عليهم كلهم. بعد كده كنترول جي عشان نعمل جروب، نكتب هنا مثلا لاي اوت، ناخد الصورة بتاعتنا نحطها بالمنظر ده مثلا كده، تمام بالشكل ده. انا شايفها كويسة كده. ممكن بعدها نعمل الحدود اللي هي دي، اللي هي بالمنظر ده كده. نعملها ازاي؟ نيجي هنا على لاي اوت، وناخد الشكل اللي احنا حاطين فوق الصورة ده، هو ده، نضغط عليه كنترول جي، ناخده نسخة لفوق كده المنظر ده، نسحبه هنا على الجنب، وناخد منه كمان نسخة تانية ونخليها مثلا باللون الأحمر. ممكن نيجي كده، تمام، كنترول تي، نكبرها شوية. بعد كده هنقف على اللاير اللي تحت دي اللي هي الكحلي، ونضغط كنترول واحنا بنعلم على الأحمر عشان ياخد السلكت بتاعها. بعد كده نضغط على الماسك بالمنظر ده، نخفي أول واحدة. طبعا هتحس هنا ان هي متقصتش. احنا لو جينا عند الماسك وضغطنا على كنترول اي هتلاقيها معاك بالمنظر ده كده. نديها هنا مثلا اللون الاحمر بتاعنا بالشكل ده، نحطها طبعا تحت الصورة، نصغرها واحنا ضاغطين على الالت والشيفت عشان نحافظ على الابعاد بتاعتها بالمنظر ده كده، تمام. وناخد منها نسخة واحنا دايسين على الالت، كنترول تي، واحنا ضاغطين على الشيفت عشان نلفها كده بالمنظر، نسيبها بالمنظر ده كده. نديها مثلا اللون الابيض، تبقى معنا بالمنظر ده. انا عكستهم بس مش تفرق كتير، تمام. ناخد دول ونحطهم في جروب، نكتب مثلا ايميج مثلا، تمام. هنيجي هنا عايزين نكتب كلمة فيلسوفر، انا كنت مجهزها برضو. خدها كده كنترول سي كوبي، وكل الفونتات اللي انا اشتغلت بيها نسيبها لكم برضو في فولدر اهو، فونتس، دي اسماء الفونتات، تمام. ودي اللينكات بتاعتها تنزلوها على طول. نيجي عند التكست، نضغط تكة هنا، نضغط على كنترول في عشان ناخد منها نسخة. بعد كده نخش هنا ونديها مثلا، نديها اي لون كده خلاص، تمام. انا اشتغلت بالخط ده، تمام. كنترول تي، بعد كده نكبرها بالمنظر ده كده، تمام لحد هنا. نبدأ بقى نلونها. نختار دي كده،
ممكن تحس ان عندك مشكلة في التكست، فاحنا هنخليها هنا، ندوس على كنترول A عشان نحدد عليه كله. كان نخليه من الجنب ده ونوسطنه بالمنظر ده كده، بس نسحبه واحنا ضاغطين على الشيفت. احنا عايزين ده باللون الاحمر. تمام، انا مش عارف ايه المشكلة الصراحة. ثواني، كنترول سي، هنخلي ده باللون الاحمر. تمام، وده خليه باللون الازرق بالمنظر ده كده. تمام، بعد كده هنعمل المنظر اللي تحت ده او شكل الافكت اللي تحت ده. سهل جدا، نقف عند دي كده، هناخد منها نسخة. بعد كده هنضغط على كليك يمين، بعد كده convert to shape. تمام، طبعا مفيش حاجة باينة دلوقتي، نخفي الصورة كده دلوقتي، نخفي اللاي اوت برضو. لو سحبناها كده ضغطنا على شيفت عشان نسحبها في نفس مكانها. تمام، ونخش على الشيب. بعد كده هنشيل من عليها الفيل ونسيب الستروك. الستروك بتاعنا هنعمله بالاحمر اللي هنشتغلنا بيه، وهنخليه مثلا 6. حلو الكلام. طب دلوقتي عايزين نخلي الحرف البي والار دول زي اللي فوق، هنعمل ايه؟ سهلة جدا، هنقوم عاملين هنا سوليد كولر، نختار اللون بتاعنا اللي هو الازرق. بعد كده هنضغط عليه كليك يمين، بعد كده كرييت كليبن ماسك، هينزل لنا بالمنظر ده. نقف على الماسك، بعد كده نعمل له انفيرت، كنترول اي. تمام، هيجي لنا بالمنظر ده. هنيجي هنا عند البرشاية ونختار هارد برش. هي ممكن تجي لك بالمنظر ده كده بالشكل ده، احنا نعملها هارد. تمام، ونعمل زوم. طالما هنا عندي الماسك بالاسود، يبقى انا هقف هنا على الاسود واقوم ايه، قصدي على الابيض، سوري، واقوم مسح. واقوم هنا ايه، مسح. بس بقيت معانا بالمنظر ده. هنعملهم، نحدد عليهم هما الاتنين، ونعملهم مثلا convert smart object، ونقف هنا نديها ماسك تاني. نيجي هنا على الجريدينت ونختار اللي هي الشكل ده. ممكن تجيلك بالابيض او بالاسود بالشكل ده مثلا، اللي هي فيها لون هنا واللون التاني الاوباستي بتاعه 0%. بعد كده هنضغط على الشيفت ونسحب ايه، حاجة بسيطة كده. تمام، بالمنظر ده. كان نيجي على الموف تول ونضغط على كنترول وشيفت ونسحب واحدة تحت، تجيلنا بالمنظر ده كده. ناخد ده كده، نحدد عليهم التلاتة، كنترول جي، نكتب تكست، انتر، ناخدها تحت الايمج بالشكل ده. هنا وصلنا لحاجة كويسة. بعد كده هنبدأ نكتب هنا في الفلسفة والمنطق. نيجي عند التكست تول، المنظر ده، نكتب هنا نكتب فيه انا مش عارف المشكلة فين الصراحة. نكتب فيه في الفلسفة، نفصل فيه كده بالمنظر ده. نديها هنا، انا شغال هنا في فونت اسمه الكسندر، نشتغل بالمنظر ده كده. تمام،
فانا محتاج هنا افصل كلمة في، اعلم عليها واخدها كنترول اكس كده، هنا كنترول في بالمنظر ده كده. ناخد كلمة في هنا نحطها هنا، نعلم عليها ونديها باللون الابيض بالمنظر ده كده. نصغرها برضو واحنا ضاغطين على الالت والشيفت بالمنظر ده كده. نسحب كلمة الفلسفة والمنطق خليها بالابيض برضو. كان نسحبها هنا. نصغرها شوية. تمام، نضغط انتر. فلسفة نضغط انتر عشان ننزل دي. بعد كده نصغر هنا ايه السايز بتاعها شوية بس بالمنظر ده كده. بعد كده نيجي هنا على التانجل تول، هنعمل شيب رفيع قوي كده عشان ما تحسش ان الدنيا فاضية للتصميم، ونحطها بالمنظر ده كده. نكبرها كده. ممكن نكبر الدنيا دي شوية، نعلم على التلاتة دول عشان اللي اول بتاعنا. نكبر الدنيا دي شوية بالمنظر ده. طبعا كل ما تاخد وقتك كل ما التصميم هيظبط معاك اكتر. بالمنظر ده كده. بعد كده هناخد الشكل ده هنضيفه في الباك جراوند بالمنظر كده. انتر. ده هنضيفه تحت المستطيلات اللي احنا عملناها بالمنظر ده كده. بعد كده هنعمل له هنا ماسك. نيجي على الجريدينت تول ونسحب ايه سحبة كده. ممكن نديله هنا مالتيبلاي برضه، هيبقى معانا بالمنظر ده كده. ممكن نشيل هنا من تحت برضه، في شوية من تحت، هيبقى معانا بالمنظر ده. نخش هنا على كلمة الفيلسوف، نحط حاجتنا في جروب. نكتب هنا مثلا تكست. تمام. بعد كده نخش نكتب كلمة الفيلسوف دي. انا ممكن كنت كاتبها عشان ايه اختصر الوقت، اكتبها كده، وانا كنت عاملها بالخط ده. هنا حطينا كلمة الفيلسوف. بعد كده ناخد، انا كنت عاملها بالفونت ده، نضغط على تي. بعد كده نضغط دبل كليك ونحط هنا، نضغط على كنترول في عشان نعمل بيست، هتجيلنا بالمنظر ده كده. كنترول تي عشان نكبرها شوية. تمام. بعد كده هنحولها هنا لشيب. بعد كده هنا هنشيل الستروك من عليها.
بعد كده هنيجي على الدايركت سيلكشن تول ونعلم على الاتنين دول. بعد كده نضغط على كنترول تي ونلفها لفة كده بسيطة، نرفع دي كده فوق. بعد كده نضغط على انتر. ممكن بقى تطول في الحاجات دي، تعلم على النقط دي وانت ضاغط على الشيفت سهم فوق، شيفت سهم فوق. تمام. ممكن دي برضه نعملها كده. تبقى معانا بالمنظر ده كده. كنترول تي عشان نتحكم في الترانسفورم بتاعها، هتبقى معانا بالمنظر ده كده. نيجي نخش في اهم حاجة وهي اللوجو بتاعنا. لو انت ما تعرفش اي حاجة في الاليستريتور فانا هقولك على طريقة سهلة تعرف تستخدم بيها اي لوجو من الاليستريتور. اولا هتفتح اللوجو بتاعنا اللي هنشتغل بيه، هيبقى معانا بالمنظر ده كده. تمام. كل اللي عليك هتخش هنا على الفايل، هتعمل هنا اكسبورت اس. تمام. وتختار هنا BSD. بعد كده تعمل هنا اكسبورت، هيجي لك هنا الاعدادات دي تعملها كده بالظبط زي ما انا عامل. تمام. بعد كده تضغط على اوكي. انا مش هعمل اكسبورت، انا كده مجهز الملف، هو ده معنا. تمام. ابديت. انا هنا مش محتاج حاجة، مش محتاج ده ولا ده ولا ده ولا ده، انا محتاج الشكل ده. دلوقتي عايزين الشكل ده نغير الالوان بتاعته بنفس المنظر ده. طبعا انا بكلمك دلوقتي لو انت مش عارف اي حاجة في برنامج الاليستريتور، فاحنا هنشرح هنا الحاجة يعني بطريقة مبسطة جدا. احنا مثلا عايزين نغير الوان العين دي. تمام. هنيجي هنا نقف على العين، اللاير بتاعت العين، نضغط عليها، نضغط على Alt ونقف على الحاجة مثلا اللي احنا عايزينها. خلينا لما اجي اقف مثلا على العين هيوديني اللاير بتاعت العين نفسها. انا هنا العين عايزها مثلا باللون الاحمر، فانا هعمل هنا مثلا صورة كلر خليها باللون الاحمر نشتغل بيها. بعد كده اضغط على هنا كليك يمين كرييت كليفن ماسك، هتبقى معايا بالمنظر ده كده. طبعا انا هنا عامل في التصميم الحاجب ده هنا باللون الكحلي، فاحنا عايزين نعمله هنا برضو باللون الكحلي. هنشيل من هنا دي، نشيل بالمنظر ده كده. وده هنا برضو عايزينه بالابيض، وده هنا معانا الشكل الرسمة بتاعت المخ دي هنعملها برضو بالاحمر، ندور عليها هي دي عامة. ندمج دول مع بعض، نضغط عليهم، بعد كده نضغط على كنترول اي وناخد هنا نضغط على الت نسحبها لفوق هنا بالمنظر ده. بعد كده كرييت كليفن ماسك. بعد كده انا عايز الحاجب هنا بالابيض زي ما كان. احنا هنا كنا عاملينه بالابيض، يبقى هنمسحه من هنا معلش. تمام. نرجع للتصميم بالمنظر ده كده. هنجمع الشغل بتاعنا واحنا ضاغطين على كنترول، بنحدد الشغل بتاعنا. بعد كده convert to smart object، هيبقى معانا بالمنظر ده كده. نسحبه على التصميم بتاعنا. طبعا هنا في مشكلة ان هنا الكحلي مش متناسق مع ده، ممكن برضو نعملها على السريع. هنيجي هنا عند الماجيك تول ونعلم هنا، واحنا ضاغطين على الشيفت نعلم هنا برضو كده، حدد لنا كل اللون ده. هنيجي هنا عند select modify، نختار expand واحد. تمام. بعد كده select، نعمل هنا smooth. اوكي. برضو نفس الفكرة بتاعتنا، solid color نديها مثلا المنظر ده كده.
عشان الدنيا ايه تبقى ماشية معانا، تبقى معانا بالمنظر ده. ناخد الشيب دي اللي كنا عاملينها بس على الفوتوشوب، نصغرها واحنا ضاغطين على الالت والشيفت، تبقى معانا بالمنظر ده كده. نديها هنا color overlay ونخليها بالابيض. تمام. بعد كده كنترول اور شيفت ونضغط على الالت، نحطها مثلا بالمنظر ده كده. ناخد منهم نسخة وانا ضغط على الالت والشيفت ونسحبها الجنب التاني، كنترول تي فليب، ناخدها مثلا بالمنظر ده كده. تمام. نحطهم هنا كلهم في جروب، نعلم عليهم كده، كنترول جي، نكتب هنا مثلا لوجو. تمام كده. هنكتب هنا اسم المدرس، نعمل برضو هنا تنجل تول بالمنظر ده كده، ونديها اللون الكحلي. نقف هنا كنترول تي ديستورت، واحنا ضاغطين على الالت والشيفت نقف هنا في النص ونعمل نعملها مثلا بالمنظر ده بحيث تبقى ماشية مع التانية. بعد كده هنا نعمل صح، تبقى معانا بالمنظر ده كده. كنترول تي نكبر شوية بس كده. هنضيف مثلا الاسم، ناخد حسن عبد القادر. تمام. نيجي عند التكست تول، نختار ندوس هنا تكة، كنترول في. تمام. تيجي معانا بالمنظر ده، نكتب هنا ألكسندرية. تمام. نختار مثلا ميديم حلو، أنا شايف ميديم حلو. نشيل حرف التي ده. تمام. نصغر دي شوية واحنا ضاغطين على الشيفت برضه عشان نحافظ على الأبعاد بتاعتها. تمام. ونخلي هنا مثلا لونها بالأبيض بالمنظر ده، ونحطها كده، نصغرها شوية بالمنظر ده. ممكن نبعد الشكل ده شوية كده، وهنا نرفع دي كده ونكتب مثلا، ناخد حسن عبد القادر دي نسخة واحنا ضاغطين على الألت نسحبها واحدة لفوق، ونكتب هنا مثلا كلمة إعداد الأستاذ، إعداد الأستاذ بالمنظر ده كده. ممكن نديها وزن تاني غير ده، نديها مثلا لايت. تمام. صغيرة شوية، تبقى معانا بالمنظر ده كده. ناخد الصورة دي نسحبها معانا، نحطها فوق هنا واحنا ضاغطين على الشيفت، نصغرها معانا كده، كنترول اتش عشان نظهر الحدود بتاعتنا، نحطها كده. طبعا انت كل ما تاخد وقتك في التصميم كل ما الدنيا تبقى طالعة مظبوطة اكتر من كده. هناخد الصورة نفسها نحطها تحت الشيبس دي كلها بتاعت اللاي اوت. تمام. عشان تبقى معانا بالمنظر ده كده، كنترول تي شيفت واحنا بنكبر عشان نحافظ على الابعاد. هنخلي لونها نفس لون
او نفس التون بتاعت التصميم بتاعنا. نضع الافكت كولر اوفرلاي، اللون هنخليه الكحلي. اوكي تمام. هنكتب هنا الارقام. تمام. هنيجي هنا عند الريكتانجل تول، واحنا ضاغطين على الشيفت بنكبر. تمام بالمنظر ده. ممكن هنا اخليها هنا مثلا 50 او 30 مثلا بالمنظر ده كده. كنترول تي، كبر شوية. ناخد الايقونة بتاعت التليفون دي نصغر دي شوية، ونخلي هنا اللون بتاعنا بالابيض. تمام. ونحطها بالمنظر ده كده. بعد كده نعمل هنا تكست، ونختار هنا فونت دي بس مثلا بالمنظر ده. انا شايفه كويس. نكتب هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بالشكل ده. تمام. نكتب هنا 0 في الاول. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اوكي. كنترول تي، نصغر شوية بالمنظر ده. ممكن هنا نوصل دي، نعلم على دي ونعلم على دي. نضغط هنا كده عشان يوصل لي اللوجو مع الايقونة مع الشيب، ايقونة مع الشيب. الارقام نضغط كنترول تي، نصغرها شوية كده بالمنظر ده كده، ونديها هنا اللون مثلا كحلي. ممكن مثلا ناخد اي رقمين مثلا، اي حاجة مثلا كده، نديها اللون الاحمر. تمام. تبقى بالمنظر ده. نحدد التلاتة كده. بعد كده كنترول جي عشان ندخلها في جروب. ممكن كنترول تي بقى عشان نصغرها شوية، عشان حاسس ان هي كبيرة مثلا بالمنظر ده. الت شيفت ونسحب، وهتبقى معانا بالمنظر ده كده. تقريبا كده نفذنا. لسه ناقص هنا في التصميم ناخد الخلفية بتاعتنا دي. تمام. شيفت ونلفها كده وانا بالمنظر ده. كليك يمين في الهوريزونتال، شيفت واحنا نصغرها كده بالمنظر ده، ونصغر من هنا شوية، نصغر من هنا شوية. تمام. انا مش عايز الجنب اللي تحت ده، انا كده كده هاخد نسخة من دي. هعمل هنا ماسك الجريدينت ونسحب بيها مثلا بالمنظر ده. تمام. نخش على بلندنج مود، نخليها مالتيبلاي، ناخد منها نسخة كمان. كنترول تي عشان نلفها، هتبقى معانا بالمنظر ده كده. ناخد دول ننزلهم تحت خالص، ننزلهم في الباك جراوند. وبكده نكون وصلنا لنهاية التصميم. التصميم سهل وبسيط جدا. دلوقتي هنحطه على موك اب عشان نبعته للعميل. هنيجي هنا عند التصميم بتاعنا، هنيجي عند اخر لاير هنا عندنا، ونضغط على كنترول الت شيفت اي. كده عملنا ميرج او دمجنا كل اللايرات اللي تحت في صورة واحدة. انا اخدها هنا، نضغط على كنترول سي، خدها كوبي، ونيجي هنا عند الموك اب بتاعنا، ونيجي هنا عند
مثلا ده الوش بتاع الغلاف. نسحب التصميم بتاعنا كده ونحطه هنا، كنترول تي، ونظبطه بالشكل ده كده. نكبر ده واحنا ضاغطين على الشيفت، نسحبه كده، نعمله بالمنظر ده كده. انتر، كنترول سي، نقفل دي، يس. بعد كده نخش على ظهر الغلاف، كنترول في، نحطه كده، كنترول اس عشان نسيف، كنترول دبليو عشان نقفلها. بعد كده نخش على الاتش، نحطها مثلا بالمنظر ده كده، كنترول اس عشان نسيف، كده كنترول دبليو، هتجيلنا بالشكل ده. اتمنى الدرس يكون سهل بالنسبة لكم وعجبكم، وان شاء الله استنوني في درس تاني كمان يومين.